السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب عاملين ايه؟ نادي الشمال القطري بعت عرض رسمي للنادي الأهلي لشراء محمد علي بن رمضان ب2 مليون دولار. كنت حابب أتكلم في نقطة، بس هو لو بن رمضان مشي وتريزيجيه مشي وزيزو مشي وإمام عاشور ممكن يمشي، طب انت كده سبت ايه في الفريق؟ انت كده سبت ايه في الفريق؟ هي الفكرة كلها في حاجة، انت جبت اللعيبة دي لعبوا معاك موسم، الموسم نفسه كان للنسيان. تمام. طيب بن رمضان هيمشي، وكنا عملنا فيديو قلنا قفشة ممكن يمشي أو غالبا هيمشي. طيب وبعدين هيبقى عندك إمام عاشور بس في المكان ده، اللاعب اللي بيلعب رقم 10 أو رقم 8 وبيزيد في الناحية الهجومية. فأنت دلوقتي لما تمشي اللعيبة دي كلها اللي أنت جبتها قعدوا معاك موسم ما استفدتش بيهم، ولا خدت بطولة أفريقيا دوري أبطال أفريقيا، ولا خدت الدوري، ولا خدت الكاس، ولا عملت أي حاجة في الموسم الصفر اللي طلعنا بيه ده. طب وبعدين؟ الفكرة كلها في حاجة يا جماعة، أنا أحافظ على سقف التعاقدات ماشي، لكن برضه تحافظ على النجوم اللي في الفريق. النجوم اللي تشيل الفريق، تريزيجيه كان أحسن لعيب الموسم اللي خلص ده، كان أحسن لعيب في الأهلي، وخد هداف الأهلي في الدوري وفي دوري أبطال أفريقيا، كان هو أكتر لعيب مسجل أهداف. ف كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ياسين منصور هيديروا الملف ازاي؟ يعني انت هتقول لعيب خفض، طب لو ما خفضش يمشي؟ طب وبعد ما تمشي النجوم اللي في الفريق هتسيب مين؟ ده التعاقدات دلوقتي متأخرة اصلا، انت لسه بتتفاوض على مهاجم، وبقية النواقص اللي في الفرقة انت لسه ما جبتهاش اصلا. فانت لما تفضي الفرقه من الشق الهجومي اللي هو تريزيجيه وزيزو، واحتمال امام عاشور بعد تألقه في كأس العالم يجي له عرض اوروبي بقى، امريكي، خليجي، فانت هتفضي الفرقه من النجوم الاساسيين اللي بيلعبوا. طب فين البدائل؟ ما هو برضه لازم نشوف كده، لو في تعاقدات فعلا موجوده اتعاقدتوا مع لعيبه مكان اللعيبه دي هقول ماشي، ده كويس يعني هنقول ماشي، ده ايه ده، في لعيبه جت مكان لعيبه، لكن دول لما يمشوا وانت لسه ما تعاقدتش اصلا مع اي حد، هتبقى القصه ماشيه ازاي؟ ما هي برضه دي حاجه محيره بالنسبه للجماهير. انا واحد من الناس حيران، انت هتمشي اللعيبه دي، طب وبعدين مين اللي هيجي بديل ليهم؟ هي دي الفكره. والبديل ليهم يكون بنفس الكفاءه، مش كفاءه او مش امكانيات اقل. هتمشي تريزيجيه هيبقى بن شرقي في الناحية بتاعة تريزيجيه، مين مع بن شرقي؟ بتقول هنجيب ممكن احمد عبد القادر او ابراهيم عادل، طب ما انت لسه ما تعاقدتش معاهم، كله كلام بس. طب لو مشيت زيزو هيبقى في حسين الشحات مثلا وطاهر محمد طاهر في الجنب اليمين، وبرضه طاهر ساعات مستواه يعني شوية كده وشوية كده، وحسين عامل السن برضه مش هيخليه يلعب اساسي بشكل كبير، هتعتمد عليه فترات وفترات. طب امام عاشور لو مشي مين بديله؟ وفي كلام وقلناه برضو ان قفشه ممكن يمشي، اصبح ان انت بتفضي الفرقه من كل النجوم والبدايل لسه مش متاحه. فدي حاجه غريبه، انا شايف ان دي حاجه غريبه. وزي ما قلنا قبل كده، دي معضله قدام كابتن سيد عبد الحفيظ، مستر ياسين منصور ماسكين الملف دوت، والموضوع شكله فيه حيره ما بينهم وبين بعضيهم، وفي حيره في ان انت اصلا تجيب حد في السكاوتنج يبقى ماسك السكاوتنج بعد ما كابتن انيس بوجلبان اعتذر. لحد دلوقتي مفيش حد جه اصلا، ولا حد يعني اطرح اسماء مثلا ان ممكن يجي مثلا كابتن علاء ميهوب او كابتن ضياء السيد، اطرح اسم احمد عز المحلل، استاذ احمد عز المحلل الكبير اللي بيطلع مع بريم فايق، والراجل دماغه 10/10 في الكوره، يا ريت يجي والله الراجل ده. انا الراجل ده انا بحترمه جدا، شاب محترم وخلوق وبتاع شغل. انت لسه ولا حليت موضوع البدائل، ولا حليت ان حد يجي في اداره السكاوتنج. ففي حاجات انت تشوفها تقول في بطء في القصه، وخلاص الحسين عموته المدير الفني الجديد الاهلي قرب يجي، وفتره الاعداد قربت تيجي، طب وانت وبعدين؟ ففي اسئله كتير بتطرح نفسها يا جماعه، طب وبعدين انت لازم
تسرع رتم التعاقدات وتشوف حل بقى للقصة دي. انا واحد من الناس انا مستغرب، يعني انا حاسس ان هم يعني شغالين ببطء قوي قوي في البدائل للعيبة اللي ممكن تمشي. في لجنة السكاوتنج اللي انت لسه مش لاقي لها حد يمسكها. يا جماعة لا، مش كده، الاهلي مش كده. توصلوا الحل في الامور دي كلها عشان الدنيا تمشي مظبوطة في اول الموسم، وما تجيش اول الموسم تلاقي الدنيا لسه برضه مش مظبوطة ونخش برضه في حيث بيز زي ما بيقولوا كده. مش معقول يعني النادي الاهلي مش قادر يشوف حد في السكاوتنج لحد دلوقتي، ومش معقول النادي الاهلي عمال يقول انا عايز اخفض رواتب وامشي اللعيبه التقيله. طب ما احنا بنيجي يا جماعه بنقول الحمد لله، احنا معانا فلوس الحمد لله ومعانا مش عارف ايه والميزانيه قد ايه. طب خلاص بقى اشتروا لعيبه كويسه، واللي عايز يمشي مفيش اي مشكله هيمشي، وبنحترمه برضه وبنحبه، مش هنعترض ان هو مشي، او مش هنقول ان اللي مشي دوت تمام وحش ولا حاجه. لكن انتوا حلوا الموضوع قبل فترة الإعداد. أنا بتمنى كل المواضيع تتحل قبل فترة الإعداد، تكون مستقر على اللعيبة اللي اتعاقدت معاهم، وتكون مستقر على اللعيبة اللي هتمشي، عشان تبتدي فترة الإعداد على نظافة زي ما بيقولوا كده بالبلدي. أتمنى كل المشاكل في النادي الأهلي تتحل، أتمنى. ما تنسوش صلوا على النبي. السلام عليكم.